أنا مصطفى تربية متخصصة في تنشئة الأطفال وإزاي نفهم أطفالنا بشكل صح وإزاي نتعامل معاهم بشكل أفضل، مش بس نحكم عليهم. في أطفال صوتهم عالي وفي أطفال تانية ساكتة طول الوقت. الغريب هنا إيه؟ إن الطفل الهادي مش دايما مرتاح. ساعات بيكون اتعلم إن التعبير عن نفسه بيكون حاجة خطر. ساعات بتيجي أم مثلا تقولك ده أنا ابني هادي، أنا ابني مؤدب، أنا ابني عمره ما هيرد على حد. الحقيقة اللي انت مش واخدة بالك منها وامهات كتير ما بتاخدش بالها منها، ان في اطفال بيتحولوا للسكوت ده مش احترام ومش ادب، اما الايه، خوف. خوف من ايه؟ خوف من زعيقك، خوف من ضربك، خوف من الصريخ طول الوقت، خوف من العقاب، خوف ان انت بتقللي من مشاعره وبتنقضي فيها طول ما انت قاعدة وتحسسين ان هو مش مهم. الطفل بيتولد وهو بيحب يحكي ويغلط ويسأل ويحاول تاني، وساعات كتير تلاقي طفل مثلا قبل ما ينام تلاقيه بيسألك أسئلة أصلا انت مش عارفة إجابتها. دي بيدلك ان الطفل بيحب يحكي. بس مع الوقت لو لقاه ان هو كل ما بيتكلم فيها انت بتقطعيه، بتحسسيه ان هو مزعج ومرفوض، بتحكمي عليه بسرعة وبتقللي من مشاعره، هو هيقفل على نفسه بالتدريج ومش هيتكلم معاكي تاني. زي مثلا لما بيجي يحكي لبابا حاجة تقوله اسكت انت، اسكت انت، دي هو واخدها بس هي بتكبر معاه. فجأة بتلاقي الطفل بقى مش عارف يعبر، ما بيعبرش عن اللي مضايقه، حتى لو في حاجة مزعلاه في المدرسة او مضايقاه في المدرسة ومع زمايله مش هيقولها لك. خايف ياخد القرار، متردد طول الوقت، بيكذب عشان خايف من عقابك، خايف ان انت تزعقي معاه. كده معناه ان هو طفل سيء وطفل فاشل؟ لا، وما قلتش كده. الطفل ده اتعلم ان الحقيقة بتكون مؤذية بالنسبة له، فهو اتعود على ان هو يكذب اكتر من ان هو يتكلم. البيت الامن نفسيا مش البيت اللي مفيهوش مشاكل. مفيش بيت كامل، مفيش بيت مفيهوش مشاكل. البيت اللي امن نفسيا بالنسبه للطفل اللي الطفل بيحس فيه انه محبوب ومسموع ومفهوم من كل اهله حتى لو غلط. في فرق كبير بين اب بيخوف ابنه عشان يسمع الكلام، واب بيعلم ابنه الصح من غير ما يكسره ويذله وبيبقى صاحبه. وفي ام بتوجه ابنها وبتحسسه ان هو ممكن ان هو قادر ينجح ويتحسن، وام تانية بتنقد في ابنها وبتقلل من مشاعره طول الوقت. في فرق بينهم. واخطر جملة ممكن تسمعها عن طفلك او انت تقوليها لطفلك: انت فاشل، انت ما تنجحتش في حاجة، انت عمرك ما هتنجح. الكلمة دي كفيلة او الجملة دي كفيلة ان هي تكسر ثقة الطفل وتدمره نفسيا. ما تقوليش هو عشان صغير هو مش هيفهمها او مش هتكبر معاه او مش هيفتكرها. لا، بيفتكرها. كل كلمة بتدخليها جوه عقل الطفل الصغير بتكبر معاه وبيفتكرها كويس قوي. عشان كده قبل لما تزعقي وتصرخي وتحكمي عليه، افهميه واسمعيه واهدي وحددي نقط الضعف بتاعته ايه وقوهاله له. ابنك مش محتاجك او مش محتاجك مثالي، ابنك محتاج يحس بالامان، يحس ان انت تديله حضن وقت ما يبقى خايف، بتحتويه وقت الغلط، بتقويه وقت ما يبقى حس ان هو بيفشل في حاجة. كل دي حاجات بتبني شخصيتهم وتقويهم وتخليهم طفل قوي نفسيا اكتر من المدارس والكورسات اللي انت بتدخلها له. الطفل اللي بيتربى في امان بيحب نفسه وبيحب الحياة وبيعرف يواجهها بثقة. ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وتفعلوا زر الجرس تحت، وما تكتبوا لي في الكومنت ايه اكتر تصرف من وجهة نظرك ممكن يخلي طفلك يحس بالامان. ما تنسيش تبعتي الفيديو لاي اب وام محتاجين يسمعوا الكلام ده.